كن على درب التفاؤل، عش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي، إذ تحديت الليالي، وإلى هام المعالي أنت في ركب الأوائل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم خياتي، وش راكم؟ لاباس؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم وصفة ليمونة البنات، وش نقول لكم، اقتصادية اكثر من هكا ما تلقاوش. بحبة بيض وكاس ماء فقط، يعني ما فيهاش مكونات ياسر، يعني مكونات متوفرة في كل بيت. ان شاء الله تجربوها تفرحوا بها وليداتكم، وبإذن الله راح تعجبكم كما عجبت ولادتي، راح تعجب ولادكم. ونروحوا مع بعضنا نبداو في المقادير. بلا ما تنساو البنات، يعني ما تبخلوناش بالاشتراك، تبارطاجيو الفيديو مع صحاباتكم، وخلونا تعليق حلو كيفكم. شوفوا البنات، هنا حطيت في ريسيبيون، حطيت كاس دافي تاع ماء، حطيت فيه 4 مغارف تاع سكر. السكر نتوما واش تحبوها شويه حلوه ديروا 5، تحبوا انا جتني هذيك هي 4 مغارف، مع الكريمه اللي راح نحطوها فيها ان شاء الله راح تجي سوا سوا. ثاني حطيت مغرف كبيره تاع خميره الخبز. نخلط المقادير مع بعضها. راح نضيف حبه بيض بدرجه حراره الغرفه، مغرف كبيره مزهر، تحبوا ديروا اي نكهه تحبوها، تحبوا ديروا قشور تشينا ولا تاع القارص، تحبوا الفاني. انا ثاني ضفت الفاني هنا. عندي ثاني 2 مغارف لحظه. اللي ما عندهاش لحظه البنات تبدل هذاك الكاس تاع الماء بكاس حليب، هذا مكان يعني باش ما تقولوش رانا ما عندناش لحظه ما نديروهاش، لا لا، ديروا كاس حليب، حليب تاع الساشيات، ديروا كاس حليب دفوه وبداو ديروا الوصفه ان شاء الله. هنا قلت لكم ضفت مغرف تاع صغيره تاع فاني، ثاني مغرف صغيره تاع ملح، عندي 4 مغارف زيت. راني قلت لكم البنات وصفه اقتصاديه ما فيها لا زبده لا يعني لا مكونات ياسر لا تكسر الراس. شوفوا هنا ضفت الكاس الاول تاع الفارينه، اكيد بعد ما غربلته كنت لازم تغربلوه باش يجيكم خفيفه الليمونه تاعكم. نخلطوا هذيك الفارينه مع السوائل مليح، ندخلوها مليح. نعاود نضيف الكاس الثاني، هذا الكاس تاع يهز 220 مليلتر، مليح البنات. العجينه لازم نخلوها طريه، نضيفوا الفارينه شوي بشوي. هنا اني ضفت كاس غير 2 صباع ونخلط. من بعد راهي جتني طريه البنات للامانه، يعني تقطع لي الجزء تاع الفيديو هذاك ما لقيتوش. راني عاودت ضفت 2 مغارف، يعني راح تهز لكم الكميه ككل 3 كيسان، وكل فارينه على حسب يعني النوعيه اللي عندكم انتم، ضيفوا بشويه ومن بعديك كملوا. يعني اذا لقيتوها طريه ياسر المهم تيبسوهاش. دوك نعت لكم القوام اللي نتحصلوا عليه. هنا راهي مازالت لي طريه، راني زدت ضفت 2 مغارف. شوفوا القوام البنات، راهي تجي كيما المسمن كي نعجنوه. نكون دهنت يدي بالزيت ونخليها في الريسيبيون تاعها، ونغلفها بابي فيلم ونخليها تطلع. بعد ما تطلع تخمر المره الاولى نهبط لها هذاك الخمور البنات كيما راكم تشوفوا، عندي غازيه مليح، ونعاود نغطيها بالبابي فيلم ونخليها تطلع مره اخرى. واللي عندها الوقت راح دير لها العمليه هذه تكررها حتى 3 إلى 4 مرات معليش. انا اكتفيت يعني بمرتين. هنا راهي خمرت لي البنات، نهبطها فوق البلون دو طرافاي تاعي بعد ما نكون رشيته مليح بالفارينه. شوفوا كيفاه طريه، ما تخافوهاش البنات، ما تبان لكم باللي راهي طريه ما تقدروش تتحكموا فيها، بصح بشويه برك راح باش تجيكم هشيشه، لانكم لو تيبسوا شويه العجينه راح تجيكم ثقيله الليمونه تاعكم وما تجيش مليحه. هنا نقصها الى قطع. انا جابت لي الكاس تاع الماء هذاك والمقادير اللي شفتوها، دارت لي 6 خبيزات متوسطين، يعني كيما نقولوا تاكلوا وتوكلوا البنات. ما تحبوش ديروهم صغار اقسموها على 2 وديروا 2 حبات 2 خبزات كبار. شوفوا البنات هنا بعديك اذا شفتوا روحكم ما قدرتوش تستعملوها غير بالفارينه، دهنوا يديكم مليح بالزيت وهزوها كيما هك.
حطوها في البلا، تكونوا دهنتوه مليح بالزبده والفرينه. ما عندكمش الزبده ديروا الزيت برك. اللي عندها بابي كويسون خير وخير. تحكموا ديرهم كيما هك، ومن بعد تبلاطيوهم باليد بركه. هكذا حتى نكمل الخبيزات تاعي كامل. والله البنات يعني وصفة ولا أروع، جربوها إن شاء الله وراح تعجبكم. وما تديش يعني ما تشدش اليد ياسر، ليه توجدوها. بعد ما كملتهم كامل البنات راح نغطيهم نخليهم يخمروا. بعد ما يخمروا راني جبت هنا صفار تاع البيض، حطيت فيه مغرف فاني، وحطيت فيه قطرات تاع خل باش تنحي لي هذيك الريحه تاع البيض. ندهن الخبيزه تاعي كامل، ونكون شعلت الفرن على 200 درجه، نكون سخناه مليح من قبل. سخنوه البنات مليح ما الفور تاعكم ولا الكويزينيير، سخنوه مليح. من بعديك حطوا فيه الخبيزات، راهو ما يدوش وقت ياسر، راح على ماكسيموم يعني ربع ساعه. انا 10 دقائق كانوا واجدين. هنا البنات بعد ما حطينا الخبيزات تاعنا يطيبوا، نروحوا نوجدوا الكريمه. هي الليمونه الاصليه يعني فيها كريمه، نديروا الكريمه بيضاء يعني نشاو حليب وسكر. هذا مكان انا درت زوز نواع تاع الكريمه. في كل طاوه حطيت كاس تاع حليب، الكاس اللي شفتوني نكيل به قبيل تاع 220 مليلتر. مغرف زوز مغارف سكر. مغرف كبيره نشا يعني كما شفتوا راهي معمره مليح. قرصه تاع ملح. هذا مكان البنات تاع الفاني. من بعديك راح نضيف لها كي تبرد مليح، راح نضيف لها كريم شونتيي زوز مغارف. وهذه راني ضفت لها مغرف تاع كاكاو ومغرف تاع الشوكولا غبره هذيك اللي نديروها في الحليب، ونحطوهم يطيبوا على النار. هاي لكم النتيجه البنات. نحطوهم في صحن هكذا ونغطوهم بالبابي فيلم وندخلوهم الثلاجه يبردوا. كما قلت لكم هذه البيضه من بعد راني ضفت لها زوز مغارف تاع كريم شانتيي، جاتني فيها طعمه تهبل. البنات جربوها راح تعجبكم ان شاء الله. تقدروا تحشوا بها اي نوع من المخبوزات تاعكم. فهنا ها هي تاع الشوكولا كيفاه جاتني، ما ضفت لهاش الكريم شانتيي، هذه خليتها يعني بذوق الشوكولا فقط، يعني باش ما يروحش لها الذوق الاصلي تاع الشوكولا. تحبوا تضيفوا قطع شوكولا ثاني مليحه راح تجيكم مليحه. غير انا بما انه قلت لكم وصفه اقتصاديه راهي اقتصاديه. نغطوهم البنات بالبابي فيلم وندخلوهم للثلاجه يبردوا باش من بعد راح نحشو بهم الليمونه تاعنا. هكذا كما راكم تشوفوا وندخلوهم الثلاجه. هاهم ليكم البنات الخبيزات تاعنا بعد ما طابوا. شوفوا زي ما جاو تحمروا مليح من فوق، جاو خفاف خفاف ريشه من داخل البنات وكانهم فارغين ما فيهمش خلاه يعني البابه من داخل. هنا بعد ما زينتهم حشيتهم من داخل بهذوك الكريمه اللي درتهم كما شفتوني. من فوق التزيين يبقى اختياري. زوز درت لهم عفوا 3 درت لهم سكر كلاصي، والاخرين زينتهم دهنتهم بالكونفيتير ودرت ليهم عندي سوبر كريم تاع الشوكولا وزينتهم بالكاوكاو من فوق. شوفوا كيفاه جات هشيشه البنات، والله يعني احسن من تاع المحلات. مع انه رمضان ثاني هاو قريب يلحق، تقدروا ديروهم للسحور، يجوا خفاف وحاجه تاع الدار ماشي كيما تاع برا. اكيد راح تكون اكثر نظافه ونقاوه، وتفرحوا وليداتكم. وان شاء الله البنات تعجبكم الوصفه وتبارطاجوها مع حباباتكم وصحابكم. شوفوا النتيجه البنات والله ولا اروع. جربوها وخلوا لي تعليقات في الفيديو اذا عجبتكم الوصفه، واقترحوا يعني اذا اللي تحب اي وصفه تقترحها ان شاء الله راح نديرها لكم. ونقول لكم تاكلوا بالصحه والهنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.